ركود مرتقب في سوق العقارات على خلفية قرار البنك المركزي الجديد بإلزام البائع والمشتري لأي عقار جديد بمبلغ 100 مليون دينار تفتح في حساب لدى المصارف العراقية المجازة. ويعتقد مختصون أن الإجراء قد يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية يمكن للجهات الرقابية من خلالها تتبع مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الآلية في تقليل احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال، حيث أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية. القرار بحسب المختصين سيضيف روتينا جديدا وتعقيدات جديدة ويؤدي إلى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها، فضلا عن توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف يمثل صعوبة على المشتري، حيث أن هذا الأمر سيفتح بوابة جديدة للفساد من خلال تقييم العقار والاتفاق على تقييمها بأقل من 100 مليون دينار. بالإضافة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب البيروقراطية التي تتسم بها المصارف العراقية، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمتعاملين في سوق العقار.